السلام عليكم، كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سردين معمر بواحد العماره اللي هي زوينه بزاف. ونبدا بسم الله على بركه الله. هنا عندي قزبر ومعدنوس غنديرهم في الخلاط. عندي حبه ديال الفلفله حمراء مقطعه على هذا الشكل، وعندي 3 الفصوص ديال الثوم، 3 الحبات ديال المطيشه مقطعين على 4 باش يطحنوا في الخلاط. عندي هنا نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت البلديه وزيت الروميه، وعندي هنا عصير حامضه وحده، عندي هنا الملحه، قزبر يابس، الزعتر، الخرقوم، تحميره، الكمون والابزار، معلقه صغيره من كل حاجه من غير الزعتر والابزار اللي هو نص معلقه صغيره. طحنت كلشي في الخلاط واحتفظت بنص زلافه ديال الشرموله اللي غادي نخليها حتى الاخير، والباقي كناخذ السردين وكنوضعو في الشرموله بهذه الطريقه. هاد الشرموله اللي بقات ليا غادي نزيد عليها الروز مسلوق، تقريبا كاس صغير ديال الروز مسلوق، وغادي ناخذ اي مول اللي غادي يدخل الفران وغادي نوضع فيه البطاطا اللي مقطعه دوائر على هذا الشكل. وغادي ناخذ السردين وغادي نبدا نعمر فيه بهاد الشرموله ديال الروز. كنبدا كنعمر وكنلف او كنطوي بهاد الطريقه. وكنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل كل شيء. صافي، هنا بعد ما كملت كلشي غادي نستف البطاطا هكا من الفوق، واحد الحبه ديال المطيشه اللي مقطعه دوائر بالقشره ديالها، والفلفله والطرونش ديال الحامض، وواحد الفلفله حاره. غادي ناخذ هذيك الشرموله اللي خليت غادي نسقي بها من الفوق، وغادي ندخلها الفران طيب حتى كتقرب طيب عاد باش نخرجها، ونزيد الزيتون باش ما يتحرقش، ونعاود نرجعها للفران تكمل الطياب ديالها ونقدمها بالصحه والراحه. وما تنساونيش اخواتي من اللايك والمشاركه الى عجبكم الفيديو، وشكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم.